السلام عليكم الاخوه الكرام. لهذا الفيديو حلقه جديده من قناتكم ماتش ام ان شاء الله. في الفيديو نتكلم على جديد ميركاتو فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. الميركاتو الشتوي بطبيعه الحال، ولكن قبل ما نبدا الاخوان الكرام ما تنساوش انكم ديروا التفاعل ديالكم بالابوني والجيم والبارطاج باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا. ويلا نبداو الاخوان الكرام. والبدايه ان شاء الله غادي تكون بالمهاجم النيجيري اللي الرجاء راه تفاوض معاه، اللي هو ماتياس ابوسي. هذا المهاجم فريق الرجاء الرياضي يعني كيبغي انه يوقع معاه باش تكون عنده النجاعة الهجومية من ناحية تسجيل الاهداف. المفاوضات مع هذا المهاجم فهي متقدمة، وفي اي دقيقة ربما فريق الرجاء الرياضي غادي يوقع مع هذا المهاجم هذا بطبيعة الحال. على اي فريق الرجاء الرياضي كيقلب هذا العام باش انه يرجع للواجهة الصحيحة، وهي المنافسة على الالقاب في البطولة الوطنية كذلك، وكذلك ينافس على كأس العرش، وينافس كذلك على البطولات أخرى بطبيعة الحال. بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي كذلك دخل في مفاوضات مع اللاعب الأردني، يعني مع الجناح الأردني محمد شرارة. وهذا اللاعب اللي صراحة أنا تفرجت بعض المباريات ديالو في الأردن. صراحة لاعب اللي مزيان، جناح اللي غادي يعطي إضافة كبيرة للرجاء وكان يجي. المفاوضات مع هذا الجناح فهي متقدمة بزاف، يعني فريق الرجاء الرياضي عازم باش أنه يوقع مع هذا المهاجم هذا. مفاوضات متقدمة، ويقدر في أي دقيقة هذا المهاجم هذا يوقع في الكشوفات تاع فريق الرجاء الرياضي، لأن الصراحة لاعب كيتميز بالسرعة وبالمراوغات وبالتسديد، ويقدر يصنع لك كوارثة محل التسجيل. الصراحة لاعب اللي جيد، وإلى جا فريق الرجاء الرياضي غادي يكون إضافة قوية لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم. كذلك فريق الرجاء الرياضي راه داخل في المفاوضات مع أيمن برقوق، يعني صانع الألعاب المغربي أيمن برقوق. يعني الرجاء كتقلب على صانع ألعاب كذلك في هذا الميركاتو الشتوي هذا، داخل على أيمن برقوق، بغي تجيب أيمن برقوق. المفاوضات مع أيمن برقوق متقدمة، ويقدر في أي دقيقة يوقع في كشوفات النادي الرجاوي بطبيعة الحال. أيمن برقوق لاعب اللي كان يلعب في المنتخب الوطني المغربي من في أيام واحد خليل لوجيتش، ولكن شفنا من جا وليد الركراكي يعني مبقاش يعتمد على أيمن برقوق، مبقاش يلغالو. فبالتالي اللاعب اللي يقدر يدير شي حاجة في الرجاء، يعني يقدر يدير شي حاجة في الرجاء أيمن برقوق. على أي المفاوضات مع هاد الثلاثة ديال اللاعبين اللي قلت لكم عليها، لا اللاعب ماتياس ولا اللاعب محمد شرارة ولا اللاعب أيمن برقوق، فهي مفاوضات متقدمة إلى حدوث الساعة. ما كايناش حاجة رسمية كتقول أن هاد اللاعبين وقعوا في الكشوفات تاع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، ولكن في أي دقيقة تقدر يكون شي جديد واللاعبين يوقعوا في الكشوفات تاع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم. إذا الإخوة الكرام وصلنا لنهاية حل الفيديو اللي كان خفيف ظريف، تكلمنا فيه على الميركاتو تاع فريق الرجاء الرياضي. تلاقيكم في فيديو قريب، ما تنساوش تهلاو في راسكم، والسلام عليكم الإخوان الكرام.